السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير. النهارده راح اشوي فراخ بطريقة جميلة جدا ويا رب تعجبك. زي ما انتم شايفين الشكل والطعم بيتكلم على نفسه، ما شاء الله عليه. راح اشوي فراخ بالتتبيلة الجميلة اللي راح اتبلها، وهعمل الخلطات الجميلة بتاعتها. راح تخلي معانا الفراخ زي العسل. شوينا النهارده في البيت، راح تحتاجيش ابدا تشوي بره، هتحبي على طول تشوي في بيتك. زي ما انتم شايفين مستوية معانا وجميلة ما شاء الله. طعمها جميل جدا واللحمة مستوية وطرية معانا زي العسل. زي ما انتم شايفين بحب ان انا اقطع لكم وتشوفوها، راح تعجبكم لو جربتوا الخلطة بتاعتي وشويت الفراخ في البيت. هتعجبك جدا جدا. شوي الفراخ اللي انا راح اشويها. كملي الفيديو للاخر وامشي على خطواتي وانتي راح تاكلي احلى فراخ مشوية. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا، حط لي لايك واشتراك ويلا نسمو بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأوا نحضروا الخلطة بتاعتنا. أنا معايا الخلطة الجميلة. أول حاجة طماطم وبصل وفلفلة، وراح أحضر فيها فصين توم، عصرتهم في الخلاط. أنا راح أخد المية بتاعتهم بس يا جماعة، وراح أصفيها واخد بس المية، العصير بتاعهم بس اللي راح احتاجه واخده. الحاجات اللي تفضل ممكن اعينها في التلاجة، ومن يكون اعمل صينية بطاطس بالفراخ ممكن احطها تبقى جميلة. بعد ما صفيت الخلطة الجميلة، الطماطم والبصل والفلفلة، طبعا انا حضرت البهارات الجميلة بتاعتنا. معايا معلقة كمون زي ما انتم شايفين كده، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة ملح، معلقة جنزبيل صغيرة خالص، ومعايا معلقة بابريكا صغيرة، معلقة زعتر كبيرة، معلقة فلفل اسود. البهارات بتاعتنا الجميلة اللي هتخلي ريحتها طعمها جميل جدا، ومعلقة كركم صغيرة خالص. راح احطها بعدين دي اكون جهزتها. زي ما انتم شايفين انا مجهزاش غير المية بس، واخداش غير المية بس من البصل والطماطم والحاجة. احط البهارات طبعا في الخلطة بتاعتنا الجميلة بتاعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده، واقلبها حلو ما شاء الله. انا طبعا من الفراخ بتاعتي مليناها في ميه وخل ودقيق، وسايباها مده ساعه عشان تنضف حلو، وما شاء الله تبقى ريحتها حلوه. اجيب معايا طبعا زي ما انتم شايفين معلقه خل احطها، اجيب ليمونه، عصير ليمون زي ليمونه كامله كده واحطها واعصرها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. الخلطات كلها ديت يا جماعه والبهارات كلها في بيتنا، مش هنحتاجه غير فرختين بس اللي راح تخليها طعمها جميل، صفرة وجميلة كده معانا الفراخ. معلقة صغيرة كركم بتخلي ريحتها جميلة جدا. اللي هتخليها مسكرة معانا الفراخ وطعمها مسكر كده وطرية معانا وجميلة واللحمة طرية، معلقة عسل أبيض أو أسود تحط. احنا خلصنا خلطتنا الجميلة بتاعت الفراخ. أنا جبت الفراخ كنت زي ما قلت لكم لينتها في مية وخل ودقيق وليمون، بقت ريحتها جميلة جدا ما فيهاش أي زفارة. أنا معايا فرختين صغيرين زي كيلو ونص كده، لو انت معاكي فرخه كبيره 2 كيلو حسب الكميه اللي انت تعمليها في الفراخ. اقطعها من الظهر كده زي ما انتم شايفين. بعد ما قطعت الفراخ بتاعتي من الظهر وغسلتها حلو تاني، احط لها الخلطه بتاعتنا الجميله زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. لو حابه انت تعمليها من بالليل تبيتيها تبقى احلى واجمل. لو عايزه تعمليها في يومها تعمليها قبلها بساعتين. تدخلي الخلطة جوه في اللحمة كده، وتجيبي السكينة وتنغزي تفتحي في الوراك وتفتحي في الصدور عشان كل الخلطة بتاعتنا تدخل جوه، والفراخ تشرب من الخلطة. أهم حاجة ديت عشان خاطر فراخنا تبقى طرية معانا وريحتها جميلة. زي ما انت شايفين كده أنا بشبعها من الخلطة بتاعتها. وخلاص على كده الفراخ بتاعتنا جهزت. حطيت لها الورق اللورو، وحطيت لها قشر الليمون اللي عصرناه عشان يخلي نكهتها وريحتها جميله جدا. حطيت لها ورق فويا، لو انت معاكي غطا يكفي الصينيه بتاعتك ممكن تغطيها وتكمريها، وحطها في الفرن تستوى معانا وتشرب من الخلطه وتستوى على البخار. وخلاص على كده الفراخ بتاعتنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين استوت. بعد ما استوت كده ورحت شلت منها الورق الفويا وحطيتها على الشوايه، حمرت معانا وبقي لونها جميل جدا. انا مولعه كنت فحمايه، واحط لها نقطه زيت، وبعد كده مغطيها باي غطا قد معايا، صينيه اي حاجه اكمرها. بعد كده ما شاء الله عليها تشرب من الفحم وتبقى ريحتها جميله.
ونقدمه الفراخ بتاعتنا على طول للأكل. حابة تاكليها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده لونها جميل جدا جدا. حابة تاكليها انتي بمكرونة، تاكليها بعيش وطحينة وشوية سلطات جنبيها، بيبقى مفيش أحلى من كده. شوينا جميل جدا وحاجة جميلة، وشوينها في بيتنا وحاجة مضمونة وما شاء الله عليها بجد. شوية فراخ فرختين أنا ما شاء الله عملتهم. حابة انتي تعملي فرخة واحدة اعملي براحتك انتي. طعمها جميل جدا ومظبوطة في الملح ومظبوطة في كل حاجة، مستوية معانا وطرية من جوه وزي العسل. جربيها وامشي على خطوات وانت راح تعملي احلى فراخ. جميلة جدا وما خدش معانا وقت خالص. ويا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.